التجربة التانية لمطعم عالم البحار، دي صينية تقريبا اسمها فور سيزون، بتبقى ربع من كل صنف، ربع جمبري مقلي وربع جمبري باتر فلاي، عبارة عن 4 وحدات كبار، ربع سيبيا مقلية وربع بطارخ على فرشة رز صيادية. طبعا بيجي مع الصينية سلطات ومخلل وبتنجان وعيش وكده. الأكل طعمه حلو جدا، كل حاجة معمولة صح وتسوية مظبوطة، مفيش حاجة فيها زفارة، وخصوصا البطارخ كمان طعمها نظيف جدا. الصينية دي تكفي فردين مرتاح وسعرها كويس، 450 في صينية سي فود بالحجم ده، أعتقد سعر معقول جدا. قولوا لنا رأيكم في السعر وتجربتكم ايه مع عالم البحار، وايه الأصناف المفضلة عندكم هناك. وفي نهاية الفيديو افتكر ان الاكل اذواق، ممكن اللي يعجبني ما يعجبش حضرتك والعكس، والمطاعم مستواها مش ثابت وتقريبا مفيش كواليتي كنترول، عشان كده ممكن تجربتي تختلف عن تجربتك. انا ممكن اجرب مطعم يعجبني الاكل عنده، لكن لما حضرتك تروح تجربه تلاقي الاكل مش حلو، ودي حاجة بتحصل لنا كلنا. ممكن تشتري من مطعم يعجبك اكله، لما تروح تاني تطلب نفس الحاجة من نفس المطعم تلاقي طعم وجودة مختلفين عن المرة اللي فاتت. الهدف من فيديوهاتي ان انا انقل التجربه بس، ما بقولكش روح المطعم او ما تروحش، براحتك خالص، دي حاجه ترجع لك وعلى مسؤوليتك، وانا مش كسبان ولا خسران حاجه في الحالتين. خد المحتوى بتاعي على انه فرصه تشوف فيها التجربه الحقيقيه للمطعم عامله ازاي بعيدا عن الدعايه. اديك بتشوف شكل المكان، شكل الاكل، كميته، الاسعار ونظام المكان، اما الطعم ده ممكن حضرتك اللي تحكم عليه بنفسك. سلام.